ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، ومعانا النهاردة أستاذ عمرو عرنسة، شريك ومدير البحث والتطوير في شركة بينوكيو. أهلا بحضرتك أستاذ اهلا عمرو. وسهلا. أهلا بيك. بحضرتك. أهلا ازي بيك. حضرتك؟ عامل إيه؟ أستاذ عمرو، بينوكيو ابتدت إزاي؟ بينوكيو ابتدت في سنة 89 لما بابا قرر يسيب الطب وعمي قرر يسيب الهندسة الزراعية، وهما الاتنين يشاركوا بعض ويعملوا شركة لتصنيع الأساس في دمياط. ياه، فدي كانت بداية ده قديمة شوية. مشوار، ده حوالي مشوار 35 كبير. سنة تقريبا. طبعا. اه إيه المختلف في بينوكيو أستاذ عمرو؟ آه، يعني ممكن نرجع الحاجات المختلفة كلها لحاجة أساسية، هو إن إحنا في الشركة من أكبر واحد لأصغر واحد دايما شايفين إن إحنا ما عندناش العلم كله، شايفين إن إحنا محتاجين نتعلم، محتاجين نتطور، محتاجين نبقى أحسن. فالطريقة دي في التفكير أعتقد هي دي اللي عملت اختلافات كتير في الشركة، كلها اتبنت على ده. فمثلا في ثقافة الشركة في وسط العاملين، هم دلوقتي عندهم تقبل للتغيير كبيرة، مفيش مقاومة كبيرة للتغيير، وده مخلينا نقدر ان احنا كل شوية نغير حاجات في الشركة ونطورها. أيوه أيوه. يعني احنا طورنا في بينوكيو في مراحل متعددة خلال ال 35 سنة، مظبوط. واخدنا مراحل كتير ومراحل استبات. من اول الاستبات اللي احنا بدأنا بيها، من اولها يمكن الإدارة. يعني طبعا. المنظومة الإدارية للشركة وترتيبها، أعتقد ده من أكتر الحاجات اللي عملت تطور في الشركة. بالذات لأن احنا ما كانتش شركة كبيرة مرة واحدة، هي بدأت بشركة صغيرة جدا ستيب باي ستيب. بالظبط، وابتدت بمجموعة ورش في دمياط، وبعد كده اتجمعت في مصنع في دمياط الجديدة. فالشركة ما تكونتش كبيرة مرة واحدة. فكونها بتكبر كان جينا في لحظة كده اللي هو لا، الحجم كبر عن الإدارة بالطريقة الحالية، محتاجين نطور الإدارة، محتاجين تبقى منظمة أكتر. وأعتقد تطوير الإدارة وتنظيمها كان سر كان النجاح. أكبر خطوة. يعني أكبر خطوة اتعملت في التطوير. تلاها بقى تطويرات كتير بعد كده. تطويرات كتير بعدها. بالظبط. تمام. إيه الأسواق اللي حضرتك بتصدر لها؟ احنا صدرنا الأسواق كتير قبل كده، أكترهم السعودية، يمكن أكتر بلد بنصدر لها، ودي أكبر بلد مصر عموما بتصدر لها أساس. صدرنا لبلاد تانية زي قطر وليبيا والسودان، وصدرنا لبلاد أوروبية زي السويد وقبرص. حلو قوي. وبقية البلاد؟ لا يعني لسه شوية احنا يعني التصدير برضو مش حاجة سهلة. لا بس مصر أكيد يعني في حتة الفرنتشر والخشب متصدرة وقوية جدا 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 في حتة الفرنتشر والخشب. واحنا عندنا دلوقتي في دمياط في مدن للأساس. احنا بنصدر كتير في مصر للسعودية والدول العربية تانية زي الإمارات. تصديرنا للدول الأوروبية قليل شوية، بس يمكن أكترهم إيطاليا. بنصدر كتير لإيطاليا. للأسف هو لسه الصادرات هناك يعني مش منتج نهائي، منتج من غير الدهانات ومن غير التنجيد. هناك بيتم دهانه وتنجيده وإعادة تصديره لدول تانية كتير. حلو قوي. فدي حاجة احنا برضو محتاجين ان احنا نحسن الجودة عندنا بالذات في التنجيد والدهانات، عشان نقدر نصدر منتج نهائي بدل ما نصدر منتج نصف مصنع. أكيد طبعا أكيد. معظم الخامات يا أستاذ عمرو المستخدمة في تصنيع الأساس بتبقى مستوردة. عملتوا إيه علشان نتفادى هذه الحتة؟ طيب للأسف مصر ما فيش فيها غابات عشان المناخ بتاعها، وبالتالي الأخشاب الطبيعية تقريبا كلها مستوردة، يعني إلا قليل قوي. والمستلزمات الإنتاج التانية والخامات التانية برضو في جزء كبير منها مستورد، وفي جزء محتاج تكنولوجيا عالية لتصنيعه زي الإكسسوارات والحدايد المختلفة اللي بتكون أو بتجمع قطع الأساس في بعضها. والصناعات دي تقيلة، ما هياش صناعات بسيطة. يعني يمكن قطاع الأساس الموردين ليه أو اللي بيمدوه بالصناعات المغذية التانية، أحجام صناعتهم أكبر بكتير من شركات تصنيع الأساس نفسها. زي مثلا المصانع اللي بتعمل مفصلات وجرارات الأدراج، دي مصانع حجمها كبير قوي. بالظبط. قصة المفصلات في الفرنتشر قصة كبيرة جدا، وقصة عايزة دراسة يعني خلال يعني سنين كتيرة
ان احنا نعمل مصانع للميكانيزمات ديت، صح؟ ما هي دي المصانع عشان تتعمل محتاج يبقى ليها استهلاك عالي، ودي مصانع انتاجها كبير جدا طبعا. فصعب ان هي تفتح بس للسوق المصري. يعني لو اتفتحت في مصر واحنا نامل ان ده يحصل قريب، ده لو فتح محتاج المصانع دي تصدر بكميات كبيره قوي طبعا، لان احتياج السوق المصري من انتاجها مش كبير. وعشان نحل مشكله الخامات المستورده ابتدينا ان احنا شويه ندور طب ايه البدائل المحليه. والفتره اللي فاتت يمكن على اخر سنه في بعض البدائل ظهرت ما كانتش بتتصنع في مصر، ابتدت انها تتصنع، ودي حاجه كويسه جدا انها تحصل عشان تعميق الصناعه في مصر. واحنا من دورنا بقى كشركه ابتدينا نشوف طب ايه البدائل كخامات تانية، يعني زي مثلا الاخشاب. عندنا اخشاب محليه بس الاخشاب المحليه مش معروفه في تصنيع الاساس، صح. يعني المعروف الزان والسويد والبياض. أيوة صح. بس الاخشاب الطبيعيه المصريه عشان يمكن حجمها قليل كميتها قليله وما تكفيش الصناعه كلها فاحنا ما بنستخدمهاش، ودايما بتستخدم في الاماكن اللي هي فيها صناعه بدائيه شويه زي الارياف المصريه. الارياف بيستخدموا دايما الاشجار بتاعتهم المحليه بان هم يعملوا التخت والحاجات اللي بتتحط على الموبيليا بتتحط عندهم في بيوتهم. والنورج والاساس المصري المتعارف عليه في الارياف، المتعارف عليه في الريف المصري. فبنحاول ان احنا نعمل ابحاث على الاخشاب المصريه المحليه ان احنا نستخدمها، ايه منها قابل للاستخدام، ايه منها غير قابل. الحاجات دي للاسف محتاجه دراسه ومحتاجه بحث علمي لمده طويله شويه، ومعالجات للخشب. ومعالجات طبعا لو الخشب لا يصلح، بس في يعني بعض الاخشاب تصلح من غير معالجات. محتاجين بس التجفيف ومحتاجين التقطيع انه يكون موجود. احنا الخشب اللي بنستورده هو جاهز متجفف ومتقطع، مش بيجي شجر، ده اغلبه يعني. وبالتالي ده مش موجود بكثره في مصر. لو احنا عندنا اخشاب مصريه محليه عايزين نستخدمها في الصناعه، محتاجين الحلقه الوسيطه اللي في النص اللي هي تقطيع الخشب بتاع الشجر وتجفيفه. محتاج يبقى بطريقه منظمه بحيث انه يبقى جاهز للتصنيع، جاهز ان انا استخدمه كمصنع للاساس، الاقيه في الصوره الجاهزه للتصنيع ان انا استخدمه. ايه التحديات اللي واجهت شركه بنوكيو اثناء المرحله دي كلها؟ يعني التحديات كانت في الاول خالص خالص اللي هو احنا عايزين نغير حاجات في الشركه، فبقى في دايما مقاومه للتغيير. بس مع الوقت خلاص ما بقتش تحدي، بقى خلاص في ثقافه عامه في الشركه ان احنا بنغير كتير، فدايما العاملين في الشركه عندهم توقع انه في اي لحظه هنغير اي حاجه. أيوة. فدي حاجه ما بقتش تحدي حاليا، كتصميم، في كل حاجه، في طريقه الاداره، بالادوات اللي بنستخدمها في الاداره، الادوات اللي بنستخدمها في التصنيع، الماكينات، البرامج. ففي تغيير بيحصل في حاجات كتير يعني. التحديات اللي موجوده عندنا لغايه دلوقتي هي ان احنا نلاقي عماله مهره. احنا في مصر بنصنع اساس بقالنا كتير قوي، بقالنا الاف السنين بنصنع اساس بالظبط. ومع ذلك احنا دلوقتي ما نقدرش نقول ان في جهه في مصر بتعلم تصنيع اساس، لا مش موجوده. وبالتالي العاملين اللي شغالين في القطاع بيتعلموا جيل من جيل. ودي حاجه لا تكفي يعني بصراحه، ان احنا نطور تصنيع الاساس محتاجين نعتمد على يعني احنا محتاجين مثلا زي مدارس، يعني زي مدارس لتعليم تصنيع الاساس بالظبط. ولحسن الحظ في مدرستين حاليا تحت الانشاء، اعتقد ان هم هيفتحوا في جدا. اول السنه الدراسيه الجايه كمدارس تكنولوجيا تطبيقيه. ايه التحديات التانية اللي واجهتنا لشركه بنوكيو؟ يعني يمكن هقول حاجه تحدي غريب شويه، هو اوقات كتير بيبقى العميل. لان في اوقات مش قليله بنعاني من معلومات مغلوطه واصله للعميل. يعني العميل بيجي طالب حاجه معينه بناء على المعلومات اللي هو سامعها، وهو معذور، هو مش متخصص. بس للاسف المعلومات اللي بتتردد ما بين العملاء اوقات كتير بتبقى مغلوطه. فده بيبقى مشكله عندنا. احنا بنستخدم خامات اللي احنا شايفينها اصلح للتصميم اللي احنا بنقدمه للعميل، واصلح على المستوى البعيد او يعني بعد فتره للعميل ان ده الانسب ليه. ومع ذلك بنلاقي في عملاء بتقول لا احنا مش عايزين الخامه الفلانيه، عايزين الخامه الفلانيه. طب بناء على ايه؟ بناء ان احنا عارفين ان دي جيده. مش دايما ده بيحصل. فبيبقى عندنا مشكله او تحدي في ده شويه، ان احنا ما نقدرش نضحك على العميل ونقول له ده خامه غير اللي هي اللي احنا مصنعين بيها. زي ناس لازم ابقى صريح معاهم. انا صريح بالخامه الخامه دي اللي مصنعين بيها، طبعا. ما اقدرش اغيرها. وفي الوقت نفسه ما اقدرش اقدم للعميل الخامه اللي هو عايزها لان مش دي الانسب ومش دي الافضل. فببقى يعني ما بين الاثنين مش عارفين نعمل ايه. فده تحدي الحقيقه يعني موجود بصفه دايمه. ونامل ان يتم تصحيح المعلومات المغلوطه المنتشره حاليا
حتى معلومات مغلوطه ما بين المصنعين وما بين موردين الخامات. يعني في اوقات بنلاقي خامات بتتباع باسم في السوق غير اسمها الحقيقي، غير اسمها الحقيقي. غير اسمها الحقيقي فعلا ده بيحصل احيانا. بالظبط. ودي ملهاش دعوه بالعميل خالص، دي ليها دعوه بالمصنع اللي بيشتري الخامه وبين التاجر اللي بيبيع الخامه. يعني المصنع هو اللي بيبقى مغير اسمها، ولا التاجر هو اللي بيبقى مغير اسمها؟ لا، هو الحقيقه ولا ده ولا ده. هو أيوة. اوقات كتير بيبقى الاسم مش معروف، الاسم الاصلي بتاعها والاسم العلمي مش معروف. ولان احنا برضو ما عندناش تعليم في الجزء بتاع الاساس بتصنيع الاساس، بتكلم على تصنيع الاساس، ما عندناش تعليم ليه قوي، فبالتالي احنا ما عندناش في كلمات كتير مش متعربه، ملهاش تعريب. فعندي الخامه جايه من بره، انا مين اللي هيحدد اسمها؟ مفيش جهه بتعمل ده. فبنلاقي مثلا خشب زي الخشب الصنوبر. خشب الصنوبر هنلاقيه في الشركات العالميه اللي بتنتج موبيليا بالاخشاب دي بتكتب في كتالوجاتها بالعربي خشب صنوبر. احنا في مصر ما بنستخدمش كلمه خشب صنوبر خالص. بس لو قلت لحد خشب موسكي او خشب سويد هيبقوا عارفين بالظبط. أيوه. اسمه مثلا في القاهره موسكي، اسمه في دمياط السويد. أيوه خشب سويد. صح. وده لان احنا بنشتريه من روسيا. مسميات كتيره جدا بالظبط. احنا بنشتريه من روسيا وبنشتريه من السويد. دول البلدين اللي عندهم او اكتر بلدين بنستورد منهم الخشبه دي. فاحنا بنسمي الخشب على اسم المكان اللي جاي منه، وده مش حقيقي. وده مش حقيقي، هو ليه اسم معين، الخشب ده ليه اسم معين من البلد اللي جايه منه. بالظبط. صح. بالظبط. مثال تاني لدهانات الاسطر. الاسطر مش نوع دهان. مش نوع دهان. مش نوع دهان. فيعني فانواع كتير قوي ممكن نقول عليها اسطر. وبالتالي هو مش اسم دقيق اقدر ان انا لا، هو مش اسم بيه. دقيق، لان احنا الاسطر، يعني هو الاسطر ده انواع كتيره وبالوان معينه، غير اللاكيهات، غير حاجات كتير. صح يا استاذ عمرو؟ بالظبط. في اوقات العميل بيطلب حاجه بمسمى مش الحقيقي بتاعها، هو مش عارف بالظبط. واوقات اللي بيبيع السلعه نفسها هو بيبيع سلعه باسم هو مفترضه، او نقدر نقول السوق هو اللي عمل الاسم ده، محدش عمله. بالظبط. يمكن نتيجه عدم معرفه بالاسم الحقيقي للخام. استاذ عمرو، لو اتكلمنا عن التكنولوجيا حاليا، ايه التطور اللي حاصل في التكنولوجيا حاليا في الفرنتشر في مصر؟ طيب، هي مصر مش بعيده قوي عن التطور التكنولوجي اللي حاصل بره في الدول الاكثر تقدما. ودي حاجه كويسه. يمكن التكنولوجيا ما وصلتش شركات كتير قوي، بس وصلت لمجموعه مش قليله، بالذات اللي احجامها كبيره ومتوسطه. اكيد طبعا. والتكنولوجيا مش دايما بنقول ان لازم نستخدمها. يعني هي لو احنا محتاجينها نستخدمها، احنا بنوظفها في الاماكن اللي احنا محتاجينها فيها للفرنتشر. بالظبط. يعني انا ما اقدرش اقول لورشه صغيره انها تستخدم تكنولوجيا حديثه ومتطوره في مكان حديث ومتطور. مش ده اصلح استخدام ليها. فهي برضو احنا مش شرط ان احنا نجري ورا التكنولوجيا قوي. هي بنستخدمها لما يكون ليها الحاجه ولما تكون مفيده للشغل. تطور التكنولوجيا. معانا فيديو على الشاشه اهو وضح لنا حضرتك التكنولوجيا. دي بعض الماكينات اللي احنا بنستخدمها في المصنع. بعضها بيتم ادارته باجهزه كمبيوتر، والاجهزه الكمبيوتر دي بتاخد البيانات بتاعتها من التصميم من المكتب الهندسي. في اوقات كتير بيبقى ما فيش ايد بتشتغل يدوي، يعني بيبقى الشغل كله بالمكن CNC. بالظبط. أيوة. وفي برضو جنب ده الشغل اليدوي اللي ما نقدرش نستغنى عنه طبعا. عشان كده بقول التكنولوجيا مش دايما هي الحل، ومش دايما هي اللي احنا عايزين نطبقها. اوقات بيبقى تطبيق التكنولوجيا في احجام معينه في الصناعه بيبقى خساره ليها، مش افاده ليها. مش افاده ليها. بس عموما التطور التكنولوجي موجود في حاجات كتير في الصناعه عندنا، من اول التصميم لغايه البيع والتسويق. يعني احنا التكنولوجيا اثرت في التصميم لبونوكيو. يعني هي اثرت عليها. طبعا. البرامج اللي بنستخدمها في تصميم الاساس بتتقدم بسرعه قوي. اوقات كتير، يعني زمان كان الجزء اللي نقدر نقول المطلوب من البني ادم اللي بيستخدم البرنامج معقد شويه وطويل وممل. البرامج بقت اسهل بكتير في استخدامها وبقت اسرع بكتير. ففي تطور كبير حاصل في استخدام البرامج دي. في كمان برامج ظهرت جديده باستخدام الذكاء الاصطناعي. بالظبط. ممكن نستخدمها في التصميم وفي المساعده للتصميم. كمان البرامج اللي بتنقل التصميم من كونه
2 دي كاد كاد أو فايل CAD. اللي هو التصميم نفسه لكام اللي هو بيستخدم الماكينات. فازاي ننقل التصميم انه يتنقل من الكمبيوتر اللي عليه التصميم يتنقل للماكينات بطريقه الماكينات تفهمه وتترجمه لاساس. دي حاجه جميله جدا. ده بالنسبه لاستخدام التكنولوجيا في التصميم. ازاي بنقدر نوازن ما بين المجتمع المصري الشرقي والموضه في الفرنتشر؟ طيب احنا في بينوكيو عاده بنبقى باصين على الموضه كويس، تمام، عشان ما نعملهاش مش عشان نعملها. معقوله؟ لانه بالظبط احنا في مصر احنا ما عندناش عاده تغيير الاساس بسرعه. احنا عايزين نشتري الاساس لانها سلعه معمره. سلعه معمره. يمكن في اوروبا الثقافه مختلفه شويه. عايزين يغيروا بسرعه، عشان كده ما يهمهمش يجيبوا حاجه بجوده عاليه قوي، عشان هي كده كده هتتغير بسرعه. في مصر الموضوع مختلف شويه. احنا عايزين الاساس يقعد معانا مده طويله بقدر الامكان. فعشان الاساس يقعد مده طويله ما ينفعش اجيبه على الموضه، لان هي على الموضه هيبقى هجيب حاجه هتعجبني دلوقتي، طب بعد سنتين 3، طب بعد 5، هيبوظ. طب بعد 10. ما هو العميل متوقع ان الحاجه تقعد عنده اكتر من 10 سنين. طيب بعد 10 سنين الموضه بتاعت دلوقتي هيتبص لها ازاي؟ هي الديزاينات اهي حلوه. فدايما بنحاول ان احنا نبعد عن الموضه. بنحاول نشوف ايه الافكار العمليه بالظبط. العميل محتاج ايه. في فرق حتى بين العميل عايز ايه ومحتاج ايه. صح. لان اوقات العميل بيدور على حاجات احنا بنشوفها عن خبرتنا احنا، لانه اوقات العميل لما بيكون بيشتري لاول مره، بالذات لو حد بيتجوز فهو بيأسس بيته لاول مره. أيوة. فما عندوش خبره كبيره في استخدام الاساس اللي هو طالبه، لان الاساس في بيت اهله مختلف شويه، يمكن قديم شويه. فحاجه مثلا بتطلب مننا الدواليب الجرار. دواليب الجرار فيها مشكله كبيره قوي في مصر، لان مصر بلد متربه بطبيعه المناخ بتاعها. أيوة. فالدواليب الجرار لازم يبقى فيه فاصل بين الضرفه وبين وبين الدولاب فعلا فالفاصل ده بيدخل تراب جدا مع الوقت جدا. فهو مش عملي. عملناها فتره وبعدين لقينا شكاوي كبيره من العملاء بخصوص التراب. ودي حاجه ما نقدرش نعمل فيها حاجه. حتى الاجزاء اللي معموله انها تقفل الفواصل دي مش محكمه. كل الميكانيزمات اللي بنستخدمها في الجرار هي تصميم دول تانية ومتصنعة في دول تانية. والدول دي ما عندهاش تراب، وبالتالي ما عندهمش الحاجة لأن هم يعملوا ميكانيزم يقفل للتراب بالظبط كده. فهو ما عندوش الحاجة لده. حتى لما قعدنا مع الشركات اللي بنستورد منها الاكسسوارات دي، فقالوا لنا انتوا طلبكم غريب، لأن احنا ما جالناش قبل كده طلبات عن ان احنا يبقى فيه ضرفة جرار محكمة للتراب. دي حاجة ما طلبتش منهم قبل كده. فمش كل حاجه العميل عايزها بنبقى عارف يعني شايفين ان هي الانسب ليه. وبنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نروحش ورا طلبات العميل، لانه هيشتري وهيتبسط النهارده، بس بعد سنه سنتين هيقول لا الموبيليا دي مش مهمه. ودي حاجه احنا مش بنفضلها. مش بنفضل ان احنا نبيع النهارده وبعد كده بعد فتره العميل يبقى متضايق. ما بتبقاش عمليه يعني. لا. بمعنى اصح ما بتبقاش عمليه. بالظبط. ازاي منتجات بونوكيو بتحافظ على البيئه، او بمعنى اصح بتبقى صديقه البيئه؟ طيب يمكن بعد مصر ما استضافت كوب 27 من سنة تقريبا، والكلام عن البيئة والحفاظ عن البيئة بقى أكتر كتير في مصر، والكلام على الاستدامة والمنتجات صديقة للبيئة بنسمعه كتير. وللأسف الكلمة يمكن يعني استهلكت وبتستخدم في غير محلها قوي. فأنا ما أقدرش أقول عن إن الأساس في بينوكيو إن هو صديق للبيئة 100%، أو إن هو بيراعي الاستدامه 100%. بس اقدر اقول ان احنا في محاولات ان احنا نزود ده في المنتجات بتاعتنا، وبنعمل ده بكذا طريقه. اولهم ان يكون الموبيليا بتعيش مده طويله، لان جزء كبير قوي من الاستدامه هو الاستهلاك. الاستهلاك يبقى عالي. بالظبط. انا ليه ادي العميل منتج يقعد معاه 3-4 سنين وبعد كده يحتاج يغيره؟ صح. انا لو عملت كده يبقى العميل ده على مدار مثلا 20 سنه استهلك 3-4 منتجات ورا بعض لانه باظوا، فبيكرر يشتري تاني يشتري تاني يشتري تاني. بالظبط. واحنا في مصر ما عندناش الفكر ده اللي احنا قلنا يعني في احنا الاول. ما عندناش فكره تغيير. صح. كاراده ان هو مش عايز يغير. بالظبط. بالذات لاسباب اقتصاديه. بس كمان هو هيضطر يغير لو الموبيليا ما بقتش تأدي المطلوب منها. صح. يعني انا لو جبت كرسي واتكسر ما انا هضطر اغيره. بالظبط. فانا ليه اعمل موبيليا ما بتعيش مده طويله للعميل ويشتري تاني؟ فكره ان انا اعمل موبيليا تقعد مده اطول مع العميل دي في حد ذاتها
جزء من ان يبقى حاجه صديقه للبيئه. صديقه للبيئه. وعشان كده في مشروع عملناه يمكن صوره باينه هنا. المشروع ده كان مع ديدي الدينيش ايجيبشن دايلوج انيشيتيف في القاهره. دول تابعين لوزاره الخارجيه الدنماركيه. وكانوا بيعملوا مشاريع ليها علاقه بمصر والدنمارك مع بعض، فقلنا نستفيد من المشاريع دي في مجال الاساس. وفعلا عملنا مشروع اعتقد انه كان قوي جدا، اتعمل 5 دورات ورا بعض. دي صور من اخر دوره، وفيها شباب المصممين المصريين جميله جدا بيتعلموا جميلة في الدنمارك عن الاستدامه وازاي يصمموا منتجات صديقه للبيئه. ومعاها مع الاكاديميه الملكيه للفنون الجميله في كوبنهاجن قدرنا كلنا مع بعض نعمل برنامج وورش عمل للمصممين الدنماركيين والمصريين، واستضفناهم عندنا في المصنع لمده 5 ايام. منها صنعنا المنتجات اللي هم صمموها من ناحيه مستوحاه من مصر القديمه وثقافتنا، ومن ناحيه تانية صديقه للبيئه. يعني. كونتمبري بس مستوحاه من الحضاره بتاعتنا، وفي الوقت نفسه صديقه للبيئه، او نقدر نقول ان هي تاثيرها على البيئه اقل بكتير من المنتجات التقليديه. وبعدين عملنا بيهم معرض بالمنتجات اللي طلعت في المتحف المصري الكبير. بس اذن حضرتك هنروح فاصل ونرجع تاني اعزائي المشاهدين. ورجعنا لكم مرة تانية مع أستاذ عمرو عرنسة نكمل حوارنا بقى. أستاذ عمرو، إيه هو دور مصر عالميا في صناعة الأساس؟ صناعة الأساس ابتدت في العالم كله في مصر. احنا عندنا في المتحف الحضارة في كرسي الملكة حتب حرس مامة خوفو. يعني بنتكلم تقريبا 3500 قبل الميلاد، يعني من 5500 سنة. ده أقدم كرسي موجود حاليا البشرية تعرفه على وجه الأرض. ده موجود في متحف الحضارة عندنا. فإحنا وطبعا ده مش أول حاجة، الكرسي ده عبقري في الديزاين بتاعه، ومش أول كرسي موجود، هو ده أول كرسي موجود عندنا حاليا، بس مش أول كرسي اتعمل. فإحنا بننتج أساس من قبل 5500 سنة بشوية حلوين. يعني نقدر نقول على الأقل من 6000 ل 7000 سنة. الخبرة دي كلها في إنتاج الأساس محتاج يبقى مصر ليها دور رائد في الصناعة حاليا. أكيد طبعا. للأسف التكنولوجيا اتطورت بره مصر، واحنا حاليا بنحاول نبقى مواكبين للتكنولوجيا اللي موجودة حاليا. بس أنا شايف إنه قريب مش بعيد هنقدر بالتصميمات المصرية للأساس المعاصر مبني على التراث بتاعنا، نقدر إن احنا نفتح أسواق تصدير كبيرة قوي، ونقدر طبعا. إن احنا يبقى لينا دور أكبر بكتير في صناعة الأساس في العالم. ساعتها نقدر نقول ان احنا هنبقى احنا اللي بنطلع الجديد، احنا اللي بنعمل الجديد، مش بس ان احنا بناخده وبنستخدمه. يعني احنا التصميمات تطلع من مصر لبره. ده دورنا الحقيقه. اكيد ده طبعا دورنا. اكيد. وعشان نعمل ده محتاجين نفهم التراث بتاعنا كويس، محتاجين نرجع للاساس المصري القديم، نفهم كان معمول ازاي، ندرسه كويس قوي، وبعد كده نطور عليه. كم تراث عاوز يتدرس في مصر؟ احنا كتير، احنا عدى علينا حضارات كتير قوي جت مصر ومشيت، فيعني عندنا كتير قوي واثرت على مصر كتير. بالظبط. يعني من اول الحضاره المصريه القديمه يمكن في حضارات من قبل كده يمكن ما كانش فيها بيها. اساس موجود في معروفه، بس هي يعني حضاره البداري وحضارات تانية كتير. بس هي المشكله انه ما عندناش اساس باقي منها، اساس خشبي ما تمش الحفاظ عليه بالشكل الكافي. ما تمش دفنه في مقابر زي ما حصل في مصر القديمه. فعندنا من ده وطالع بقى يعني بعد كده في الاساس القبطي والاسلامي، وقبليه طبعا الروماني واليوناني الاغريقي. ففي حضارات كتير. وبعدين عندنا دلوقتي كمان التراث النوبي، وعندنا بالظبط مهم جدا، والتراث الشعبي. فعندنا لا، التراث بتاع مصر مليان، يعني يمكن ما فيش بلد هتلاقي فيها كميه التراث ده والغنى ده من التراث بتاعنا. ومش يعني احنا اولى ان احنا ناخد منه، لان في بلاد تانية بتاخد منه دلوقتي. بلاد تانية بتاخد التراث بتاعنا وتطور فيه وتنزله على انه حاجه جديده.
كويس ان هم يعملوا ده، وكويس ان هم يلفتوا نظرنا لده، بس دورنا ان احنا ندرسه واحنا اللي نطور ده. بالظبط. التسويق مشكلة كبيرة قوي في تصميم الأساس في مصر. بونوكيو بتواجه المشكلة دي ازاي وبتسوق لشركتها ازاي؟ طيب انا دايما بسمع على مشكله التسويق من شركات كتير، بالذات في الاحجام الصغيره، ودايما بيبقى قصدهم البيع، ان هو مش عارف يبيع وعايز يبيع. بس التسويق الحقيقه هو اكبر من كده بكتير قوي. التسويق بيبتدي معانا من اول دراسه السوق ومعرفه العميل عايز ايه. لان انا لو انتجت منتج العميل مش عايزه، طبيعي مش هتعرف تبيعه. بالظبط كده، مهما عملت دعايه مش هعرف ابيعه. والتسويق برضو احيانا بيقتصر ادراكه على ان هو البيع اللي هو الاعلانات والترويج. لا. بس للاسف هو التسويق مش كده. هو التسويق جزء منه صغير قوي الترويج، بس جزء كبير ليه علاقه بدراسات وليه علاقه ب دراسه السوق، دراسه السوق نفسها. بالظبط. السوق فيه ايه؟ انا كبراند موجود في مصر، ايه اللي بقدمه مختلف عن الباقيين؟ ما ينفعش اقدم زي ما الباقيين بالظبط بيقدموه، ما فيش اي اختلاف، وابقى عايز ان انا ابيع. مميز طبعا. بالظبط. فكل الكلام ده داخل جوه التسويق، ولازم يتشاف بنظره عامه، ولازم نحط في اعتبارنا ان التسويق في قطاع الاساس بالذات اساسه الكلمه اللي بتطلع من العميل. ومعنى تاني العميل بيقول ايه على البراند في عدم وجوده. صح. يعني العميل بيقول ايه من ورا ظهرنا عن البراند. صح. هو ده المهم، وهو ده الفيدباك اللي بيتقال بعد ما العميل بالزبط. بيشتري الفرنتشر اللي هو عاوزه، بيقول ايه على البراند ده. بالظبط. انا مش دارس بيزنس ولا دارس حاجه اللي علاقه بالتسويق، بس قريت كتير فيه. وفي مقوله قريتها، يعني انا فاكر يمكن الكلام ده من حوالي 20 سنه، وما زالت معلقه في راسي لغايه دلوقتي، ان العميل المبسوط ممكن يقول لي 2 أو 3 تانيين انه البراند ده كويس اشتري منه. والعميل اللي مش مبسوط على الاقل بيقول لل10 تانيين ما تشتروش من البراند ده. فالعميل اللي مش مبسوط بيتكلم اكتر من العميل المبسوط. طب ليه؟ دي في طبيعه البشر. بس احنا كتسويق لازم نبقى واعيين لده كويس قوي، عشان نبقى عارفين قيمه ان العميل بعد ما يشتري يبقى مبسوط. العميل بعد ما يستلم الموبيليا بتاعته ويستخدمها يفضل مبسوط. دي مهمه قوي في التسويق، ودي اكتر حاجه بنعتمد عليها في بينوكيو اكتر من الدعايه التقليديه كاعلانات او كترويج تقليدي. لان دي اكتر حاجه بنشوفها انها بتجيب نتيجه اقوى حاجه. يمكن مش اسرع حاجه، تاخد وقت كبير قوي. اكيد طبعا. لان دوره انه العميل يشتري ويستلم ويقعد ليها فتره، دوره كبيره بالظبط، بتاخد وقت كبير قوي. وبعدين يبتدي يتكلم كويس على البراند، ويبتدي ينصح مشتريين تانيين بنفس البراند. تاخد شهور طويله عشان يقدر يجيب عميل تاني ليه. فالموضوع طويل، بس اعتقد يستاهل قوي، يستاهل الدراسه، يستاهل التنفيذ كمان، ان احنا ننفذ ده ونخلي بقدر الامكان العميل راضي حتى بعد ما بيستلم. ايه اهميه التصميم في بونوكيو؟ العميل بالذات دلوقتي بعد انا عشان بقالنا كتير في السوق، فانا بتكلم على دلوقتي اللي هو اخر مثلا 10 سنين. الانترنت مهم قوي في حياتنا. اكيد. والعميل دلوقتي ما عندوش الصبر ان ينزل يلف على براندز كتير، فهو بيلف اونلاين الاول. اونلاين فعلا. وعلى الاقل يبقى في شورت ليست كده من 3-4 براندز معينين هينزل يبص على الطبيعه. فهو لو بيشوف اونلاين هو بيشوف صوره التصميم. تصميم بالظبط. الجوده ما بتلحقش تبان قوي اونلاين. لا. فاول حاجه العميل بيشوفها التصميم. لو التصميم مش مناسب للعميل، ما عجبوش، مش هيكمل. مش هيبتدي يسال طب الحاجه سعرها بكام، طب يشوف الجوده بتاعتها كويسه ولا لا. كل الكلام ده مش هيحصل. هو من الاول كده شكله مش عاجبه، فشكل التصميم مش عاجبه، فهيسال ليه. صح. فدي حاجه مهمه قوي. التصميم من شايفه ان هو اول حاجه بتلفت الانتباه، بتجيب العميل اول حاجه التصميم. يليها بقى الحاجات التانية، الماتيريال والجوده. اعتقد دلوقتي لو بنتكلم على السوشيال ميديا، فاول حاجه بتشد الصوره، وبعد كده السعر. بيسال على السعر كده. لو الصوره التصميم تمام والسعر في يقدر عليه، فبيبتدي يخش في تفاصيل اكتر. يبتدي يروح بقى الشوروم ويشوف المنتج على الحقيقه، يشوف جودته. وطبعا كل الكلام ده بيحصل بعد ما بيكون سامع على البراند وتاكد ان في حد تاني اشترى منه واداله توصيه بانه ان هو كويس. بالظبط. انا دايما بشبه الحاله عندنا بالدكتور. ما حدش بيروح للدكتور عشان اعلان،
لا، بس ما بيروحوا حدش. للدكتور لما بيسمعوا عنه ان هو شاطر صح. وحد جربه. ان حد بيرشحه. بالظبط كده. صح كده. ايه دور الشركه في تنميه المجتمع اللي حواليها؟ الشركه المفروض ان هي تخدم المجتمع اللي حواليها، لان هي بطريقه مباشره او غير مباشره بتستفيد من المجتمع اللي حواليها. طبعا. يعني احنا لما بندور على عماله بنجيب عماله من المجتمع اللي حواليا، ما بنروحش نجيب من مجتمع بعيد. صح. والحاجه الثانيه ان اي شركه صناعيه بطريقه ما هي بتضر شويه بالبيئه اللي حواليها. بنحاول ان احنا يبقى ضررنا اقل ما يمكن، صعب يبقى صفر. وبالتالي احنا علينا مسؤوليه ان احنا نحسن المجتمع اللي حوالينا. التحسين ده ممكن يجي بكذا صوره. ممكن يجي بصوره تبرعات زي ما اغلب الشركات بتعمل، تبرعات عينيه، تبرعات ماديه، مساعده حالات معينه. احنا شفنا في بينوكيولا ان احنا مهتمين قوي بالعلم والدراسه. شفنا ان احنا انسب ان احنا نساعد المجتمع اللي حوالينا بان احنا نديله العلم والنو هاو. صح. فدي اكتر حاجه بنحاول ان احنا نعملها. صح. سواء شغلنا مع شباب المصممين ان احنا نفتح لهم المصنع يجوا يتعلموا فيه، نعمل لهم ورش عمل، يسافروا بره يتعلموا حاجات ويرجعوا تاني يطبقوها في مصر. فكل دي حاجات بنقدر نساعد بيها المجتمع اللي حوالينا ان هو يتطور. كمان نساعد الناس اللي حوالينا حتى في الورش اللي بتصنع ان هي تستفيد شويه من العلم اللي عندنا، وتستفيد تيجي تشوف المصنع وتشوف بيدار ازاي. وده اتعمل في اكتر من مره واكتر من زياره اتعملت للمصنع لناس من المجتمع اللي حوالينا في دمياط واحيانا من القاهره كمان. ايه مفهوم حضرتك استاذ عمرو للاثاث الجيد؟ في ناس ممكن تقول الاساس الجيد اللي هو بيقعد فتره طويله ما يحصلوش حاجه. ده مفهوم. ده مفهوم. بس انا شايفه انه قاصر على حته صغيره اللي هي جوده انه يقعد مده طويله. بس الحقيقه الاساس ممكن يقعد مده طويله بس مش بيأدي الغرض بتاعه كويس. مش بيأدي الغرض او الوظيفه بتاعته. بالظبط كده. والغرض الوظيفه بتاعته بطريقه سليمه. يعني انا لو كل مره بفتح الدولاب الضرفه تقيله وما بتتحركش وبتخبط والدرج ما بيقفلش للاخر والعيوب اللي بنشوفها في الاساس التقليدي، لا ما هو ده هو الدولاب موجود وشايل تخزين جواه فمأدي وظيفته، بس باستخدامي اليومي ليه مش احسن حاجه. ايوه. فهو مش بس يأدي وظيفته، يأدي وظيفته مع راحه المستخدم، مع راحته، الاثنين مع بعض. الحاجه الثانيه انه يبقى جيد لما يأدي متطلبات العميل عايز غير ان هو يقعد مده طويله، عايز ان هو يفضل بحاله جيده. صح. حاله جيده شكلا. هو في الاخر او في الاول اشترى موبيليا شكلها عاجبه، التصميم مريح بالنسبه له. فاي منتج بنستخدمه بيتدهور مع الوقت. صح. طبيعه الحال نتيجه الاستخدام. نتيجه الاستخدام. مفيش حاجه بتفضل بعد 10 سنين استخدام زي ما هي. طبعا. بس اللي احنا بنحاول نوصل له ان يبقى المنتج بعد 10 سنين شكله مش فارق كتير عن اول ما جه. ان التدهور اللي حصل فيه قليل بقدر الامكان. اللي هو تطور زمني مش اكتر، مش تدهور في الخشب او في الماتيريال او بالظبط. فاقل قدر ممكن من التدهور شكلا. طبعا المفروض يفضل محافظ على اداء وظيفته، بس بنتكلم حتى شكلا يفضل بحاله جيده، قريب من حالته لما العميل استلم. كل دي اقدر يعني كل الحاجات دي مع بعض هي دي اللي بتحدد العميل المنتج جيد ولا مش جيد. صح. كمان سعره ده جزء من ان هو جيد او مش جيد. لو انا بديه للعميل اغلى كتير من قيمته فده بالنسبه للعميل ده مش منتج جيد، انا بيدفع فيه اكتر بكتير من المفروض يدفع. طبعا. فكره برضو ان يقعد مده طويله العميل مقتنع بيه شكلا، دي قصه تانية. نرجع لموضوع الموضه. ان انا لو جبت له موبيليا ماشيه مع الموضه دلوقتي بعد 5 سنين هو خلاص هو لا الموضه خلصت بتاعتها. بالظبط. هو ده مش مناسب ليا دلوقتي، شكله بقى قديم قوي. شكله تصميميا بقى قديم قوي. حتى لو فضل محافظ على ان هو بيأدي وظيفته كويس، العميل بيستخدمه وهو مرتاح، بس برضو الشكل بتاعه بقى قديم. يعني خلاص موضته ادمت. صح. فالاساس الجيد هو اللي بيخدم العميل مده اطول. ازاي ممكن نزود صادرات مصر في الفرنتشر؟ صادرات مصر نقدر نزودها بالتعليم. احنا لو هنتكلم ان احنا ننافس دول اخرى في صادرات الاساس سعرا صعب جدا.
احنا ما عندناش غابات تحت ايدينا في مصر، وبالتالي بنستورد ماده خام، ودي حاجه مش هنقدر نعمل فيها حاجه. وده هيخلي التكلفه عندنا ازيد من دول تانية. بس عمر ما كان السعر هو العامل الوحيد للتصدير. لما بنيجي نشوف بلاد زي مثلا الدنمارك، بانها متطوره جدا في صناعه الاساس زي دول اسكندنافيا كلها، هنلاقي في كراسي بتتباع هناك الكرسي ثمنه بالمصري حوالي 400,000 جنيه. ده ثمنه هناك. طبعا مش كل الناس بتشتري ده، وده الجزء صغير قوي في السوق الدنماركي. بس الاساس عموما غالي هناك قوي. ومش متوقعين ان بلد زي دي لما تيجي تستورد اساس هتدور على ارخص سعر. طبعا اكيد هي بتدور على حاجات تانية. بتدور على تصميم، بتدور على قصه ورا التصميم ده، قصه ورا التصميم. بتدور على خامه جيده، بتدور على تصنيع جيد بجوده جيده. فكل الحاجات دي، وطبعا خدمه جيده من الشركه اللي بتبيع. احنا ما ينفعش نفصل المنتج عن الخدمه اللي الشركه بتأديها. طبعا، وخدمه ما بعد البيع. وبعد البيع. في حاله التصدير ما فيش قوي خدمه ما بعد البيع، لان بيبقى في سوق تاني اللي بيعمل طبعاً. خدمه ما بعد البيع، التاجر اللي بيبيع هناك. بس كل ما كان امكن ان ما يبقاش في خدمه ما بعد البيع، وان المنتج مش محتاج خدمه ما بعد البيع، بيبقى افضل. يبقى الشركه حققت النتائج المفضله ليها. بالظبط. فاحنا عشان نزود صادراتنا احنا محتاجين نتعلم ازاي نعمل موبيليا مصري بالذوق، مش بالذوق بتاعنا بس، فيها الروح المصري في الوقت نفسه. ذوق الدوله اللي هصدر لها دي مهمه قوي، مش بالذوق بتاعي انا، وبالجوده اللي هم محتاجينها. اعتقد دي اكتر حاجه هتخلينا نزود صادرات. لانه لو انا هصدر موبيليا بقيمه غاليه، انا مش محتاج اصدر كميه كبيره قوي، ان كميه صادرات كعدد قليله بقيمه ماديه عاليه، زي ما هصدر لدوله تانية عدد كبير قوي بقيمه ماديه قليله. صح. فاحنا مش بندور على العدد اللي بنصدره، قد ما بندور على القيمه، لان في الاخر العائد الدولاري او العمله الصعبه اللي راجعه منه هو ده اللي يهمنا، مش عدد الكراسي اللي صدرناها. صح. وبالتالي احنا مش محتاجين قوي نروح ناحيه تقليل التكلفه بس. هي طبعا ده جزء مهم، لان اي تقليل في التكلفه بيزود في الربحيه. بس من ناحيه تانية احنا محتاجين نركز قوي في التصميم. التصميم يبقى منافس للدول اللي احنا عايزين نصدر لها، وفي الوقت نفسه استخدام الادوات المناسبه للتصنيع. مش شرط اقول تكنولوجيا، بس الادوات المناسبه، لان احيانا محتاج اصنع اجزاء يدويه وهي مطلوبه كده من غير تكنولوجيا، ودي حاجه محتاجين نتعلمها. يمكن التصنيع اليدوي في دمياط، مركز الصناعه دي هناك متطور يدويا. بس في حاجات كتير احنا محتاجين نتعلمها. ما نقدرش نقول ان احنا يعني مهما وصلنا للتقدم، احنا في حاجات لسه متقدمه عننا ومحتاجين نتعلمها. وشايف انه اول ما بنقول احنا خلاص مش محتاجين نتعلم واحنا كده تمام، دي بدايه الانهيار. فاحنا لازم نفضل نتطور، ولازم نفضل نتعلم بصفه دايمه، والتعليم ده هو اللي هيخلينا نصدر بطريقه افضل. استاذ عمرو، للاسف حلقتنا خلصت، والحديث مع حضرتك شيق جدا جدا جدا، وانا سعيده بيه ومبسوطه بيه. بشكر حضرتك على اللقاء الحلو ده. وفي نهايه حلقتنا بنشكركم اعزائي المشاهدين، وبنشكر ضيفنا استاذ عمرو عرنسة على وجوده معانا، وان شاء الله نقابلكم الاسبوع الجاي.